السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج خبر وتعليق. شهدت مدينة القامشلي استشهاد 6 متظاهرين سوريين أثناء تشييع جنازة المعارض السوري الكردي مشعل تمو الذي اغتيل الجمعة بالمدينة نفسها. يأتي هذا في الوقت الذي تحولت فيه جنازة المعارض تمو لمظاهرة حاشدة ضمت نحو 50,000 مشارك وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط النظام السوري أو اللانظام. لجان التنسيق ذكرت من جهتها أن مدينة القامشلي وغيرها من البلدات السورية أغلقت بعد الإعلان عن إضراب حام حدادا على استشهاد تمو. وقد أثار اغتيال المعارض مشعل تمو أثار ردود فعل واستنكار محليا وعالميا، وقد شهدت بلدات عدة على امتداد الوطن السوري الجريح مظاهرات حاشدة تنديدا باغتياله، كما خرجت مظاهرات في قنيس أو قنينص بمدينة اللاذقية الساحلية تنديدا باغتيال المعارض السوري الكردي رغم الحصار المفروض والمشدد عليها وفق ما ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية. وقد حملت اللجنة الإعلامية لاتحاد تنسيقيات شباب الكرد الرئيس بشار الأسد مسؤولية اغتيال تمو، وهو موقف تبنته الهيئة العامة للثورة السورية. أعزائي المشاهدين، للحديث عن الوضع على الساحة السورية في أعقاب اغتيال الشهيد مشعل تمو، يسعدني أن نستضيف في قناة المجد الفضائية بدبي المعارض السوري الشيخ سالم بن عبد العزيز المسلط. حياك الله شيخ. تحية وتسلم. شكرا حياك لك الله أستاذ عمر. شكرا. سيدي الواقع، أبدأ بهذا الحدث وهو حدث يعني الواقع مفصلي في مسار الثورة السورية، اغتيال الشهيد مشعل تمو. يعني أعتقد أنه يمكن التاريخ لتاريخ الثورة السورية بما سيتركه من عطافات ومن انعكاسات ومن ارتدادات بما قبل اغتيال مشعل تمو وما بعد اغتيال مشعل تمو، خاصة في قضية الطيف الكردي ومشاركته في الثورة السورية. تفضل. أولا اسمح لي أنه أتوجه أهل الفقيد الشهيد مشعل تمو، وطبعا هم أهلنا، أنا لما أتوجه أكيد. لهم أكيد. وأتوجه لأهلنا الأكراد يعني بخالص العزاء، أسأل الله تعالى أنه يتغمد بواسع رحمته، لأنه خسارة كبيرة على وطننا وخسارة كبيرة علينا. وأعزي أهل الشهداء الذين رافقوه أثناء تشييعه. الشهيد مشعل تمو من رموز الوطن، يعني رمز وطني، رمز للوحدة الوطنية. جيد. حتى يعني وإن حاول النظام أن يلعب هذه اللعبة بين عرب وأكراد هذه، لكن احنا نعتبر مشعل تمو هو ابن كل القبائل السورية. كوني ابن قبيلة أعتبره ابن قبيلتي، وهو الآن يعني قبيلتنا ما عادت تنحصر بمنطقة هذه. صفة القبيلة هي وطن كامل في سوريا. نعم. لا نعرف ولا نميز بين كردي وعربي عندما تصل الأمور إلى الدم والاغتيال. الدم واحد، دمنا واحد وشعب واحد. احتوتنا منطقة واحدة لعقود، لأعوام، لمئات السنين. خسارة، يعني أعود الموضوع الشهيد، يعني خسارة أعتبره خسارة كبيرة، خسارة على الثورة السورية. هو نعتبره من الأصوات الهادئة، ليست من الأصوات التي المتشنجة أو هذه. دائما يتحدث عن الوحدة الوطنية، يتحدث عن الروابط العربية. ربما لذلك استهدف. نعم. استهداف مشعل تمو هو ليس استهداف الأكراد فقط، هو استهداف كل عنصر عربي أو مسيحي أو كردي أو هذا في سوريا. له تاريخه، له نضاله، هو يعني كخلفية. ولو إذا هذا الواقع ما أردت أن أسأله، يعني إذا كان ممكن يعني نتوقف حتى نعطي المشاهد فكرة. من هو مشعل تمو الشهيد؟ مشعل تمو هو من حقيقة من الرجال اللي تعتز أنه سوريا أنجبتهم، والجزيرة بالذات. من يعني هو مهندس زراعي مشعل تمو، من عيلة نعتز ونفتخر بها، من شيوخ ومن أغوات الأكراد. ما شاء الله. مشعل تمو حاول بصوته الهادئ والله أن يجمع كل الناس، ليس فقط الأكراد. كلنا ننظر لمشعل تمو أنه رمز للجزيرة، رمز من رموزها. نأسف على خسارته، لكن نحمد الله أنه عاش بكرامة وذهب شهيدا بكرامة. صح. النظام الآن أسلوبه الجديد هذا يعني بعد ما كفاه قتل الناس وتدمير المدن وحصار المدن كلها.
الآن بدأ يستهدف رموز المعارضة، يعني بنفس التوقيت اللي اغتالوا في مشعل التمة واعتدوا على المعارض رياض سيف يعني. نعم. ورياض سيف من يعني رجال المعارضة المعروفين. الاغتيالات والاعتقالات والنهب والسلب اللي قاعد يصير، يدخلون يعني المنازل. لو اني يمكن ابعدت عن هذا الموضوع، لكن والله هذه في يدخلون المنازل، يدخلونها اي طفل ولو شارك ياخذون الطفل ويساومون اهله على زهائد دنيويه. يعني هل يصل النظام الى هذا المستوى؟ ما هذا دليل افلاس النظام، يعني هذا ودليل انه غير قادر على اشباعهم، يعني لانهم منافع دنيويه يعني يريدون. يعني مشكلتنا انه ما عندنا نواجه نظام بمعنى نظام. والله يعني حتى كلمة نظام انه لا نظام خارج كليا عن هذا الإطار. يعني محتل لهذا الوطن من سنوات، من عقود. نعم. هذا أسلوب المحتل، وأقسى حتى من أسلوب المحتل. نعم. حتى لو محتل تحتمله أو نعم. يعني تتقبل هذا لأنك وتعتز بأنك تواجهه. تحكم المحتل والمحتل. نعم. تحكم قوانين دولية، بينما في سوريا ما يعني طالبوا الناس لما طالبت، تذكر الجمعة اللي طالبوا فيها الحماية الدولية هذه. نعم. الحماية الدولية يعني حتى ما يفهمونها البقية أنه نطلب تدخل عسكري، لا بالعكس احنا يعني نطلب حماية ناس عزل. ناس رفعوا شعار سلمية الثورة لمدة 7 شهور وهم يقتلون، رفعوا شعار هذا. الآن الحماية الدولية يعني تخلت عنا الدول، يعني بعد الموقف متفرج. شكرا لروسيا والصين. نعم. يعني اللي تصرفوا بهذا التصرف المشين، يعني بدل من أن يقفوا مع شعب يقفوا مع نظام. طبعا روسيا موقفها له حسابات أخرى. الآن النظام يقتل بغطاء دولي من روسيا والصين، يعني أعطوه كأنهم أعطوه ضوء أخضر للقضاء على شعبه. وإيران من جهة أخرى تهدد تركيا. إن شاء الله نتمنى أنه يكون لها دور أكبر. طبعا تحدثت أنا بالسابق، إن شاء الله أنه نتلافى المصالح الثانية. لكن بالنسبة لروسيا والصين يعني كان الأفضل أنهم يمتنعون، مثل ما امتنعت لبنان. وإحنا كنا نتمنى لبنان أنه دولة عربية، نتمنى أنها تعارض، مو هو بس تمتنع. نعم. الواقع مهزل يعني. نعم. شيخ سالم، الواقع ما يحدث في مجلس الأمن مهزل. الواقع فيما يحدث من الدب الروسي ولا التنين. نعم. يعني الوحوش الذين باتوا يتفرجون على مشهد مأساة الشعب السوري. الواقع لمصالح آنية ومواقع. صحيح. سوف نأتي إليها، لكن أريد أن أبقى يعني قليلا في قضية استهداف هذه المعارضة. هذا الدم الذي بات يعني دم الشهيد مشعل التمة، هل استطاع بالفعل أن يوحد الثورة السورية وأن يعطيها زخما وأن يحدث يعني مسار جديد أو دفعة جديدة وزخم جديد للثورة السورية في أعقاب استشهاده؟ في أعقاب يعني عفوا خاصة في أعقاب تنامي دخول وانخراط الإخوة الأكراد بشكل أوضح الآن في الثورة السورية. بالنسبة لأهلنا الأكراد يعني في عدة أحزاب موجودة هناك، لكن هم بطبيعة الحال توجههم واحد. والأكراد مهما كانت خلافاتهم الداخلية بالنهاية هم إيد واحدة وقلب واحد، وفعلا احنا نعتز بهذا الشيء. الجزيرة، منطقة الجزيرة اللي منها، وأنا ما أفصل الجزيرة عن سوريا، هي جزء من سوريا طبعا، لكن بالنسبة للشهيد الله يرحمه مشعل التمة، وفاته أو استشهاده جمع العنصر العربي والكردي بالجزيرة. الجزيرة كانت فيها مناطق غير مشاركة أو مشاركة بخجل. نعم. الآن المشاركة صارت أكبر. صار مشاركة من العشائر طبعا بهذا الحراك. وأنا أتوجه من المنبر هذا أنه لكل قبائل الجزيرة أنهم ما يبقون ساكتين، لأنه الصمت يعني الصمت ما ظل في كرامة الآن. نعم. وأخص بالذكر بعض عناصر من القبائل الذين تحاول الدولة استمالتهم الآن في هذا الوقت لزرع فتنة ما.
نحذر من هذه الفتنة ونحذر من هذه الاجتماعات المشبوهة. جيد، يعني وجودك معنا الآن يعني أنت أحد رموز العشائر السورية، يعني أنا هذه نداء موجه إليه. أستاذي الكريم أستاذ عمر، أنا يهمني أنه القبائل يكونون العشائر بكل مناطقها. نتكلم عن الجزيرة اللي هي بمدينة الحسكة، مدينة القامشلي فيها من شمر ومن طي وفيها قبائل أخرى. الجزيرة الحسكة فيها من الجبور، فيها من البقار، العقيل، قبائل كثيرة. أنا أريد من هذه القبائل أن تكون كلها قبيلة واحدة وتتحد مع أهلنا الأكراد في مواجهة في مواجهة يعني هذا الغدر. لأنه والله العظيم لن تبقى كرامة لنا لأي إنسان سوري إن صمتنا بعد اليوم. استهدفوا يعني من رموز الجزيرة ومعتقلين من العشائر، وذكرت أنا سابقا الشيخ نواف الراغب البشير، ومن فترة حتى أثاروا دعاية أنه مع أنه نائب في البرلمان ويفترض أنه يكون له حصانة يعني استهداف مشعل التمو واعتقال نواف الراغب البشير، وطبعا ما أغفل أن المعتقلين كلهم هذه أكبر إهانة توجه للعشائر قبل غيرهم. لذلك المفروض أنه يعني الصمت، ما أنا أعتبره وأعيد الكلمة دي، الصمت ما ظل فيه كرامة، لأنه في المنافق هذا غسلنا إيدنا منه واتركنا منه هذا، لكن اللي صامت ببيته يعني بشلين وليس له موقف، يعني مواقف المنطقة الرمادية بعد هذه الإهانة والمساس بالكرامة. صمتنا لماذا يعني؟ أنا أعتقد أخلاق العشائر والقبائل. أهلنا الأكراد يعانون، وعانوا على مدى عقود 50 عام، وهم يعانون من الإحصاء اللي صار هم أكثر الناس معاناة. اللي كان طفل يحاول يدخل مدرسته الابتدائية الآن هو جد وما يقدر يدخل حفيده للمدرسة لأنه محروم الهوية. يعني هل هذا عدل؟ من هو الكردي؟ إذن هم أقرب الناس، من هو الكردي؟ مو ابن الجزيرة أكيد. هذا؟ أكيد يا أخي، أي أحد يدعي ملكية الجزيرة سواء هي كردية أو عربية هي جزيرتنا. جزيرة الكردي والعربي، جزيرة السرياني، جزيرة الآشوري، الأرمني، الكلداني، جزيرة الجميع، هذه كل من عاش على أرض سوريا، جزيرة كل الطوائف. ونرحب بكل الطوائف، بشيعتها وبسنيتها، بعلويتها، بدروزها، بإسماعيلي، كلهم أهلنا. النظام هذا نظام طبعا نظام منتهي، فاقد شرعية، نظام أجرم بحق الشعب. لكن ما أنسى شيء، أنه ما نظلم طائفة. نرجع موضوع الجزيرة. أرد أكرر من جديد، العشائر هذه يجب أن تتحرك. هل أنت متفائل بتحركها، بقرب تحركها؟ أنا متفائل. العشائر طبيعة العشائر ولا أهل شيوخها. النظام استطاع بمناطق معينة تحييد. نعم. يا ليت أنه تحييد فقط، لكن استمالة الشيوخ الطرف وجانبه بمنافع ومراكز. الآن الوضع يختلف. عقليتنا الآن أو عقلية شبابنا الآن غير عقلية الناس الأول. أكيد. اللي أكيد. كانت أكيد. أول الشيخ يفرض على العشيرة، لكن كان يفرض بحكمة بعد نظر يعني عنده. الآن اللي استشيخوا وهم شباب، يعني استشيخوا بقرار من أمين فرع حزب. نعم. يعني واقفين طابور على بابه حتى يتباركون به رضي الله عنه، يقول لهم أنتم شيوخ. يا أخي القبائل ما ترضى هذه النوعية من الشيوخ. نعم. القبائل بحاجة إلى شيوخ تحفظ الكرامة، وكل عنصر بالقبيلة هو شيخ طالما هو حافظ كرامته وحاس بكرامة أهله اللي هم اللي ذكرتهم من أكراد ومن مسيحية ومن كل الناس هذه، لأنه كلنا قبيلة واحدة، كرامتنا واحدة، دمنا واحد. المساس بكردي هو المساس بي وبكل عربي، المساس بمسيحي هو المساس بي وبكل عربي. أعتقد شيخ سالم يعني هذه النبرة التي تتحدث بها حضرتك الآن هي من حافظ على سلمية هذه الثورة وحافظ على توهجها حتى هذه اللحظة، رغم كل محاولات النظام يعني جر الثورة إلى يعني أمور عبثية وإلى أمور فوضوية. نعتقد هذا الكلام. سلمية الثورة يعني احنا والله الأبطال هناك، يعني ما أقول احنا، لكن الأبطال اللي هناك نعتز فيهم ونرفع راسنا فيهم، هم اللي حافظوا على سلمية الثورة، وهذه والله هذه أعلى درجات الرجولة والجرأة.
الثورة السورية لما بدأت الثورات العربية أو الربيع العربي لما بدأ بتونس ما توقعت الناس أنه بسوريا يصير شيء، كانوا أخذين انطباع عن الشعب السوري غير الانطباع هذا، لكن أثبتوا أنه الكل مخطئ بتقديره للشعب السوري، وهم كانوا على صواب. شباب لا أعتبرهم شباب، والله كبار وعقول كبار في أجساد صغيرة وفي أعمار 20 و25 سنة. هذول هم والله رموز الكرامة السورية، هؤلاء الشباب. الآن أنا اللي أطلبه من أهلي بالجزيرة والكل أهلي، أطلب أنه لا المظاهرات اللي تطلع بالشوارع أو هذه لا تأخذ هوية واحدة، بل لا تأخذ إلا هوية سورية فقط. نعم. ما نريد نشوف هذه مظاهرة بمنطقة كردية وهذه في منطقة عربية عرب، لا، نريدها كلها متجمعة، نريد وحدة هذا الشعب. الآن يعني أناشد أهلنا الأكراد، أناشد أهلنا العرب، المسألة هي مسألة كرامة. من تجرأ على مشعل التمو سيتجرأ على البقية. نعم. من تجرأ على نواف الراغب البشير سيتجرأ على البقية. أرجوكم 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 نعمل يد واحدة وقلب واحد، لأن الوطن والله وطن واحد. الآن نسينا موضوع القبيلة ونسينا موضوع القومية ونسينا الطائفية. الوطن هو قوميتنا وهو طائفتنا وهو قبيلتنا. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، كفى خنوع، كفى نفاق، كفى صمت. يعني بعد هذا النداء من الشيخ سالم الواقع يعني لم يعد أي حديث آخر عن هذا الموضوع، لأن الموضوع حساس، لكن أرجو إن شاء الله كل من يشاهدنا أن يعني يستمع بعين العقل والحكمة إن شاء الله. إن شاء الله. وأعتقد أن الشعب السوري يعني الواقع يعني عنده صار من الوعي، أو مش عنده، أصبح يعني هو الواقع عنده وعي، لكن كشف عن هذا المخزون كما تحدثت حضرتك. الواقع يعني مخزون رائع، وأثبت بأنه شعب يستحق الحرية والكرامة بجدارة. طيب ننتقل لموضوع هذا النفاق الروسي والصيني، والآن الفنزويلي ما شاء الله جاي يأيد، يعني أصبح مهرجان يعني الدول هذه دول تتفرج على وتشاهد المشهد المأساوي للشعب السوري، وبدأت كل دولة يعني تريد أن تزاود وتريد أن تنافق على حساب هذا الدم. ما رأيك؟ الآن يعني سوريا أو القضية السورية أو الثورة السورية هي أصبحت ساحة لكل دولة، لكل قطب حسابات فرد العضلات. نعم. روسيا لها حساباتها ولها مصالحها. لما تتخذ موقف بهذا الشكل ضد الشعب السوري، وأنا أعتبره ضد سوريا كلها، لأن النظام هذا الآن خارج سوريا. نعم. نعتبره سوريا غايتها ما هو عفوا روسيا مو غايتها سواد عيون سوريا والسوريين ولا النظام السوري. روسيا تخشى من تغلغل أمريكي أو غربي بالمنطقة، يعني بعد ما خسرت كل المواقع، خسرت العراق وخسرت كل المواقع طبعا، وأفغانستان، وخسرت المواقع لسياستها الخاسرة. نعم. الفاشلة اللي الآن تطبقها علينا احنا. نعم. الصين يعني الصين سوق نفس يعني طريقة روسيا طبعا توجه. المشكلة هي صفة مساومة بينهم، وأمريكا كانت تلعبها بشكل ماهر، يعني أمور المساومات هذه مع روسيا تستميلها لقرارات طبعا ببعض كما حدث مع ليبيا، بعض فتات كما حدث مع ليبيا 4 مليار. لكن أنا أعتبر أمريكا يعني موقفها كان ضعيف، ما هو بهالقوة هذه. لو كان بهذه القوة روسيا والصين ما استخدمت الفيتو. لماذا هذا الضعف الأمريكي حتى هذه اللحظة؟ بالنسبة لأمريكا أنا يعني ما عاد أول اللي قلناها أنه ما هو موضوع أنه أمن إسرائيل وما أمن إسرائيل ومنه البديل اللي جاي. أمريكا تقدر تستميل أي طرف طالما يعني أمريكا الآن لها مصالح بالمنطقة. وجودها وجود أفغانستان ووجود العراق والتخبط اللي صار بهذا الشكل انعكس على الساحة السورية، انعكس على الساحة السورية. أمريكا بدأت يعني تتراجع وتفوض دول بقيام بمهام معينة،
وهي كانت بداية يعني النشاط التركي. أنا كنت أعتبره أنه تفويض أمريكي لتركيا أنها تلعب دور بالمنطقة هذه. يعني كنا نتمنى أنه يكون دور أكبر لأمريكا، خاصة في مجلس الأمن، ما نريد منها دور عسكري أو تدخل أو هذه. أنا أتوقع أنه على كلام الرئيس الروسي ميدفيديف الأخير هذا على نوع من التخلي عن عن الحكومة السورية أو عن القيادة السورية في الوقت الذي فرضت فيه الفيتو. هذا هو، يعني هذا يناقض الموقف اللي أخذوه مجلس الأمن. فهل يعني السؤال إنه إذا طرح مثل هذا المشروع مرة ثانية روسيا راح تأخذ نفس القرار أو لا، إذا قارناه بتصريحات الرئيس الروسي هذا؟ طيب لو أنا الواقع بدي أقارن بين ثلاث أشياء، بدي أربط أشياء بين الموقف الفيتو الروسي وبين بالمقابل استعداد روسيا والآن يعني تهيئها الآن لاستقبال وفد المعارضة، يعني بنفس الوقت تلعب على الجهتين. ثلاثة، موقف الرئيس الروسي. يعني كيف نفسر نربط بين هذه الأشياء؟ يعني روسيا محتمل أنه تعيد حسابات لما راهنت هي على ممكن أنه في تغيير معين يصير، يعني تغيير باتجاه إصلاحات من هل تريد إمساك بكل الخيوط؟ لكن الآن كأنهم فقدوا الأمل يعني بالتغيير هذا. النظام هذا ما هو بدين تصريحاته إنه إما أن تصلح وإما أن تتخلى. إذن يعني بدأ يعني ما نقدر يعني نستبق الأمور ونقول شو هو القرار. نقرأ قراءة يعني هل لكن يعني كقراءة ممكن مجرد استقبالهم للمعارضة هذه يعني على وشك أن يستقبلون المعارضة هناك بالروسيا. هي المفروض يعني أنه تنقل الصورة الصحيحة للواقع السوري. روسيا تأخذ الصورة من النظام، روسيا تأخذ ما يصلها من النظام السوري. لكن لا أعتقد أنهم هم بعيدين عن المشهد السوري، يعني بدليل ما حدث في المظاهرة. لكن أرد أنه مصالح روسيا يعني هي الأولوية عندهم. طب لو روسيا ضمنت شيخ سالم، لو روسيا ضمنت بأن هذه المعارضة ستبقي على منطقة سوريا كمنطقة نفوذ لروسيا، هل ستقف معها؟ يعني هذه نقطة مهمة أنت أثرتها. المعارضة أنا فعلا نقطة أساسية جدا، ومن أول مؤتمر كان بإنطاليا إلى اليوم هذا المعارضة ما عطت تطمينات للدول الأخرى. يعني كان التركيز كله على التغيير، على الداخل السوري، على هذا، ونسيت الدول صاحبة القرار. ما هي طبيعة علاقاتنا بعد التغيير مع الدول الأخرى؟ الدول الأخرى تحتاج لتطمينات. تمام. روسيا كان لها مواقف مع سوريا، يعني المفروض أنه المعارضة أو وفد المعارضة اللي رايح هناك أنه يوضح بعض نقاط. طبعا لاستمالة روسيا يعني الخروج بموقف مع الشعب ضد هذا النظام. الدول الأخرى تحتاج تطمينات بما فيها الدول العربية. يعني الدول العربية الآن إيران هي هاجس المنطقة كلها، تخشى من خلاياها النائمة. إيران هاجس كبير في مساحة القلق الخليجي، دول مجلس التعاون، وإن شاء الله يبعد هالبلا وهالشر عنهم. لكن أنا اللي أقوله أنه سوريا في مرحلة جديدة. سوريا طبعا ديمقراطية إن شاء الله بعد التغيير هذه. سوريا يعني راح تكون نصير لكل الدول العربية هذه، الدول الشقيقة، بما فيها أنه راح تكون جزء من منظومة أمنية. وأنا أقول هذا الكلام، سوريا والشعب السوري والجيش السوري سيكون جزء من منظومة أمنية لحماية أمن المنطقة إقليميا، أمن المنطقة بكاملها. لأنه تعدي إيران على جزر الإمارات هو تعدي على سوريا. تعدي إيران على المنطقة الشرقية الآن بس السعودية هو تعدي على سوريا وعلى الشعب السوري. أكيد. التدخل وتهديدات الآن يعني شيء مؤسف أنه نظام مثل نظامنا هذا يحط إيده بدولة غايتها أنه دمار المناطق هذه. طبعا احنا كعرب وكأبن قبيلة والله أنا أعرف أنه قبلتي هذه هي قبلتي، ما أرضى أنه تكون قبلتي قم. أكيد. لذلك المعارضة بحاجة لإعطاء تطمينات لدول الخليج، لتركيا، للدول الأوروبية، لأمريكا، لروسيا، لدول الخليج، للدول العربية كلها. وأنا أركز على دول الخليج. إحنا أمن دول الخليج يهمنا كسوريين وكقبائل.
نعتبر أي تعدي على أي سيادة لأي دولة هو تعدي على على دولتنا، تعدي علينا ترابط المصالح. نعم بالضبط. نعم. سوريا الآن بحاجة، المعارضة الآن يعني توحدت بهذا المجلس إن شاء الله، إن شاء الله، ولاقى تأييد من الداخل. الآن نريد التحركات أنها تكون تحركات واضحة. اجتماعهم كان اجتماع تشاوري بالقاهرة، وأنا يعني أتمنى أنه يطلعون بنتيجة مع جامعة الدول العربية. نعم، والأحزاب. اجتماعهم الآخر لتشكيل اللجان وتشكيل الهيئات هذه، أدعي لهم أنه الله يقويهم إن شاء الله. لكن الحركة أفضل من أن إذن هذا المطلوب، هذا المطلوب من هذا المجلس الآن باتجاهات عدة. الآن نطلب من يعني المجلس هذا يمثل سوريا، يمثل المعارضة السورية كلها، يمثل سوريا نعم بشكل كامل. نتمنى من الدول العربية أنه تتقبل هذا المجلس. الاعتراف بالمجلس ممكن هو مرحلة يعتبرونها أنه مرحلة متقدمة، ما نطالب الآن أنه، لكن هذا شأنهم يعني قرارهم ممكن، لكن نطالب أنهم يتجاوبون مع مطالب المجلس. المعارضة بدل من تكون اجتماعات بتركيا واجتماعات بباريس، لماذا يعني ليش ما تكون بدول عربية؟ أكيد أكيد، هذا ما نأمله إن شاء الله. يعني تحاول هذه المعارضة أن تعطي كما ذكرت حضرتك الشيخ سالم بن عبد العزيز المصلح، أن تعطي الطمأنينة لكل دول الجوار وكل دول العالم، ولخاصة الدول الكبرى صاحبة القرار. في ختام هذه الحلقة أشكرك سيدي على هذا الحضور الجميل الواقع، أتمنى يعني النصر للثورة السورية. أنا شاكر لك أستاذ عمر على استضافتي مرة ثانية على قناة المجد، يعني قناة مميزة. حياك الله. ومرة ثانية أكرر أنه نتمنى أنه يكون الأحداث اللي صارت الأخيرة من استشهاد مشعل التمو واستهداف البقية، إنها تكون عنصر لتوحيد الشعب بكل أطيافه. شكرا لك الله سيدي. أعزائي المشاهدين، أيضا لكم الشكر على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.